في نصب كبير ماشي اليومين دول في أمريكا وفي بلاد تانية، بيعملوا إيه؟ بيجيبوا أساور فضة أو نحاس ويغطوها بطبقة رفيعة جدًا من الدهب، ودي اسمها دهب مطلي، وبعد كده يبيعوها للناس على إنها دهب صافي. النتيجة إيه؟ الزبون بيدفع مبلغ تقيل في حاجة قيمتها أقل من عشر تمن الدهب الحقيقي. الحركات دي بتخلي السوق السودا مليانة دهب مغشوش، واللي بيتخدع بيخسر فلوسه. طب إزاي تحمي نفسك؟ ما تصدقش عينك بس، الشكل مش كفاية. المحلات المحترمة بتفحص الدهب بجهاز أشعة اسمه XRF أو بالاختبارات الكيميائية. دايما اتأكد من سمعة البايع وما تشتريش من ناس من الشارع أو أسعار مش منطقية. كمان ممكن تختبر الكثافة، الدهب تقيل عن أي معدن تاني، وفي ضوء قوي الدهب الحقيقي بيعكس لمعة ناعمة وهادية، لكن المطلي بيلمع بزيادة. الخلاصة، أهم قاعدة دلوقتي إنك تعرف إزاي تفرق بين الدهب الصح والدهب المغشوش عشان تحافظ على فلوسك. هل حد فيكم تعرض لموقف نصب زي ده قبل كده؟ يقول لنا في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.